ازيكم يا شباب. النهارده زي ما قلنا كده هنكمل الكلام على ظاهره الاوبزرفيشن اوف جنريشن، والمثال التاني بتاعنا هو اللايف سايكل اوف فيرن. طب الفيرنز هم نون فلاورنج بلانتس، نباتات راقيه بس ما بتطلعش فلاورز، مش بتتكاثر عن طريق الفلاورز. من شروط نموهم ان هم ينموا في مكان ويت شيدد، تربه رطبه جدا في مكان ظل. طيب عندنا في المنهج منهم مثالين، في مثال على فيرن اسمه اديانتا، في مثال تاني على فيرن اسمه بولي بوديوم. طيب الكلام بتاعنا ينطبق على ايه؟ سواء كان اديانتم او بولي بوديوم او قال لك فيرن عامه، الكلام كله او اللايف سايكل تنطبق على الثلاثه. الاديانتم هو نبات بينمو على الايدجز اوف ويل، حواف الابار، والشيدد ستريمز، الانهار. اما البولي بوديوم هو اورنامنتال بلانت. يعني ايه اورنامنتال؟ اورنامنتال معناها نبات زينه، بنروح نشتريه من النيرسري. اللايف سايكل بتاعت الفرن بتبدا بايه؟ بيقول لك ان اللايف سايكل بتاعت الفرن بتبدا بنبات، ده اللي احنا بنروح نشتريه من النيرسري، بيبقى نبات حجمه كبير، عنده اندر جراوند ستيم، ساق بينمو تحت الارض، اسمه رايزوم. خلي بالك ان الرايزوم ده عباره عن ستيم. احنا خدنا مثال في المنهج على اندر جراوند ستيم قبل كده، افتكر معايا كده. الاندر جراوند ستيم اللي احنا اخدناه قبل كده كان في الكورم اند بالب. الكورم والبالب اللي كانت في البولينج موفمنت كان عندها اندر جراوند ستورنج ستيم، بس الرايزوم ده برضه نوع تاني من الاندر جراوند ستيم اللي بينمو بشكل هوريزونتال اندر جراوند. طب بيخرج من الرايزوم شويه روتس عشان يثبتوا البلانت في السويل ويمتصوا الووتر والنيوترينز. طب الجزء اللي بيبان فوق الارض، الحته اللي بتبان فوق الارض بس، هي الليفز. الليفز عندنا في الفرن هنا هي ليفز كومباوند. يعني ايه كومباوند ليفز او كومباوند بنيت؟ كلمه كومباوند ليف يعني اوراق مركبه. احنا عارفين ان الشكل ده كده، الشكل اللي احنا عارفينه ده، دي اسمها سنجل ليف او سمبل ليف، انما دي كومباوند ليف. يعني كومباوند ليف بتبقى عباره عن ورقه بتتكون من سمول ليفلتس، وريقات صغيره اسمها بنه، وبنه يعني ريشه. هناخد منها وريقه واحده كده او بنيول واحده، نكبرها هنلاقي تحتها او على اللور سيرفيس بتاعها، الكلام ده موجود في اللور سيرفيس بتاع الليف، هنلاقي دارك سبوتس كده اسمها سوراي. لو خدنا السورس الواحده كبرناها هنلاقي تحتها مجموعه من السبورانجيا او جواها مجموعه من السبورانجيوم، aggregation of sporangia. فاكرين البريد مولد؟ بريد مولد فانجس كان عنده سبور ساك كده اللي كانت بتنفجر وتطلع السبورز دي، كنا بنسميها سبورانجيوم، او موجود من الشكل ده جوه السورس aggregation of sporangia، سبورانجيا كتير جدا. لو احنا خدنا سبورانجيوم واحده كبرناها هنلاقي جواها large number of spore mother cells، عدد كبير من السبور ماذر سيلز. طيب خلينا نفتكر اللي احنا بنشرحه ده، النبات اللي احنا بنشرحه ده احنا هنسميه سبوروفايت. خلينا نتفق ان كلمه فايت معناها بلانت، وسبورو جايه من كلمه سبورز، فالسبوروفايت هو سبور بروديوسنج بلانت. فنستنتج ان السبوروفايت بيتكاثر asexually بالسبروجوني. السبوروفايت الكروموسوم النمبر بتاعه 2n. طيب هل انا هنا لما اتكلمت عن البنيول او السراي او السرس او السبور ماتر سيلز، هل دول كائنات مختلفه ولا مجرد تكبير للمكان ده؟ طيب مجرد تكبير، انا بس بعمل زوم ان على البنيول. عشان كده السبور ماتر سيل هنا الكروموسوم النمبر بتاعها 2n. طيب سبور ماتر سيلز دي هتعمل asexual reproduction بطريقه السبوروجوني، جميل. ولكن ده اكسبشن. المعروف ان الاسexual ريبرودكشن بيعتمد على الميتوزس او الميتوتيك ديفيجن. ده الاكسبشن الوحيد اللي عندنا في المنهج اللي بيحصل فيه asexual ريبرودكشن بميوزس. طيب الميوزس يعني لو انت عندك سبور ماتر سيل 2n هتعمل ديفيجن بالميوزس، قول معايا كده هيطلع منها كام سبور؟ ميوزس يبقى هيطلع منها 4 سبورز، كروموسوم النمبر بتاعهم ايه؟ هابلويد. طيب لما السبورانجيوم تبقى ميتشور خلاص هتتفتح ويخرج منها السبور ماتر سيلز يطيروا في الهواء، واول ما يقعوا على سوتابل ميديوم، افتكر ايه السوتابل ميديوم بتاع الفيرن؟ ويت سويل. طيب اول ما يقعوا على ويت سويل هيبدا يحصل لهم جيرمينيشن، يعني السبور دي هتابزورب شويه ووتر، تمتص شويه ميه، وتبدا الكوت بتاعها يحصل له رابتشر، يتقطع وديفايد اند differentiate into new individual. طبعا الجيرمينيشن اوف سبور بيحصل عن طريق الميتوزس. طيب السبور هتجيرمينيت ويبدا يخرج منها تاني لايف ستيج من الستيجز بتاعت الفيرن. ستيج المره دي اسمها جاميتوفايت. فايت يعني بلانت، وجاميتو يعني جميت، يبقى البلانت ده هيتكاثر سيكشولي عن طريق الجميتس. الجاميتوفايت الكروموسوم النمبر بتاعه ايه؟ ان. اشمعنى؟ لانه جاي من germination of haploid spores
باي ميتوزس. الجاميتوفايت شكله فلات، هارت شيبد، شكله شبه القلب كده وفلات. طبعا الجاميتوفايت مايكروسكوبيك، بينمو بشكل هوريزونتالي على السويل سيرفيس. الابر سايد بتاعه جنب الفوق بتاعه مفيش فيه حاجه، عباره عن ورقه خضراء. طيب كل الحاجات اللي احنا بندرسها موجوده في اللور سايد. اللور سايد عنده جنبين، في جنب بوينتد، جنب المدبب اللي تحت ده بيخرج منه رايزويدز. فرق ما بين رايزوم ورايزويد. رايزويد دول عباره عن ايه؟ عباره عن روت لايك ستراكشر، وظيفتهم برضو ان هم يثبتوا الجاميتوفايت في السويل ويمتصوا الووتر والنيوترينز. طيب الابر بارت هنا او الانتيريور بارت موجود فيه الجونادز. جونادز يعني ريبرودكتيف اورجانز. اللي موجودين قدام دول هم الفيميل ريبرودكتيف اورجانز اسمهم اركيجونيا. اما اللي تحت دول هم الميل ريبرودكتيف اورجانز واسمهم انثريديا. ادي الاركيجونيا، ادي الانثريديا. الاركيجونيا طبعا عشان هي فيميل ريبرودكتيف اورجان فوظيفتها ان هي تنتج الفيميل جاميتس او الايجز، الاوفا. هنسال هنا سؤال، الاركيجونيا هابلويد لانها جزء من الجاميتوفايت. الاركيجونيا عشان تنتج الجاميتس تضطر تنتجها بالميوزس ولا بالميتوزس؟ طبعا لو قلت ميوزس يبقى كده الايج اللي هتطلع هتبقى هاف ان، ده ما ينفعش. وبالتالي الاركيجونيا لازم هتضطر تنتج الجاميتس بالميتوزس، ده اكسبشن تاني في المنهج اهو. الانثريديا نفس الكلام، هابلويد، فهيضطر ينتج السبرم برضه بالميتوزس. السبرم هنا مش اي سبرم، سبرم هنا هم سيلييتد سبرم. سيلييتد معناهم ان هم سبرم مزودين بسيليا، شعيرات كده عشان يعرفوا يتحركوا بيها، دي تعتبر وسيله حركه. طب وانس ان الانثريديا بقت ميتيور هتتفتح، يخرج منها السيلييتد سبرم ويعوموا في السويل ووتر لحد ما يوصلوا للاركيجونيا ويحصل فيرتلايزيشن. الفيرتلايزيشن هنا حصل فين؟ حصل جوه الاركيجونيا. فيتكون جوه الاركيجونيا المره دي هيتكون زيجوت، يحصل فيوجن ما بين السبرم والايج فيتكون زيجوت. الزيجوت بقى 2 ان. طيب الزيجوت ده اتكون جوه الاركيجونيا، هيبدا يعمل ديفيجن وديفرنشيشن برضه بالميتوزس، فهيطلع منه ايه بقى؟ يونج سبوروفايت، سبوروفايت جديد. بس السبوروفايت الجديد اللي بيطلع بيبقى نبات بدائي كده، لسه ما كونش روت او ستيم، وبالتالي ما يقدرش يعتمد على نفسه في النيوتريشن او في التغذيه، فهيضطر ينمو فوق الجاميتوفايت كانه باراسايت كده لفتره من حياته لحد ما يكون الروت والستيم. فيبدا الجاميتوفايت القديم يحصل له ديجنريشن والسبوروفايت يكمل اللايف سايكل مره تانية. اللايف سايكل دي هي alternation of generation. وده ليه؟ يعني لو سألك قال لك ليه اللايف سايكل اوف فيرن هي مثال على الالترنيشن اوف جنريشن، هتقول هنا عشان في تو جنريشنز. اول جنريشن هو السبوروفايت بيعمل ريبرودكشن asexually بالسبوروجوني، والجنريشن الثاني هو الجاميتوفايت اللي بيعمل ريبرودكشن sexually by fusion of gametes. تمام؟ يبقى انت عندك اللايف سايكل دي فيها تو جنريشنز، السبوروفايت واحد والجاميتوفايت هو الجنريشن الثاني. طيب مين هنا الدوميننت ستيج؟ خلي بالك كل دي ملحوظات مهمة. مين هو الدوميننت ستيج او المرحلة المسيطرة، المرحلة اللي موجودة على طول؟ الإجابة هنا المفروض تبقى السبوروفايت. سبوروفايت هو الدوميننت. طب ده ليه؟ اشمعنى؟ قالك عشان الجاميتوفايت after formation of a sporophyte it degenerates، هيتلاشى. ولكن السبوروفايت after the formation of the gametophyte still exists and still produce أو producing spores. عادي، هو بعد ما كون الجاميتوفايت still موجود وستيل بينتج سبورز. أما الجاميتوفايت بعد ما كون السبوروفايت تلاشى. طيب خلي بالك من الملحوظة هنا برضو إن اللايف سايكل دي مقلوبة. يعني إيه مقلوبة؟ يعني الاسexual بيحصل عن طريق الميوزس، بس السكشوال او الفورميشن اوف جاميتس بيحصل عن طريق الميتوزس. ملحوظه كمان، قالك ان الميه has a great importance in the life cycle of fern. الميه مهمه جدا في حياه الفيرن. اشمعنى؟ في هنا ثلاث اسباب. فكر كده، احنا احتاجنا الميه في ايه؟ اول حاجه الميه هي source of nutrition. في الاساس اللايف سايكل دي بتاعت فيرن، بتاعت بلانت. النباتات بتعمل فوتوسينثيز، تحتاج في الفوتوسينثيز ان هي تابزورب ووتر فروم ذا سويل. الروتس موجوده هنا في السبوروفايت او الرايزويدز موجوده في الجاميتوفايت عشان تمتص الميه. فالميه هنا تعتبر سورس اوف نيوتريشن. الحاجه الثانيه
السبور عمرها ما كانت هتعمل جيرمينيشن لو وقعت على دراي سويل، هي لازم تقع على مويست سويل او على ويت سويل. يبقى هي هنا ميديم مناسب عشان السبور تعمل جيرمينيشن. يبقى السبب الثاني او اهميه الميه الثانيه هي السبور جيرمينيشن. طيب السبب الثالث او الحاجه الثالثه ان هي ساعدت في البرونيشن، هنا ساعدت في عمليه الفيرتلايزيشن. السيليتد سبيرم بيقعوا او بيعوموا في السويل ووتر لحد ما يوصلوا للايج، يبقى ساعدت في البولينيشن او الفيرتلايزيشن. ايه الستيجز هنا الديبلويد؟ ستيجز الديبلويد هي كل حاجه ما عدا من اول السبورز، يعني من اول السبورز لحد الزيجوت، كل ده الجزء ده ان، والزيجوت بالسبوروفايت الجزء ده 2 ان. طيب لو سألك هنا السورس اوف فاريشن، السورس اوف فاريشن هنا هل هو الاي سيكشوال ريبرودكشن ولا السيكشوال ريبرودكشن؟ على عكس المتوقع، المفروض هنا ان السيكشوال ريبرودكشن هو اللي بيؤدي الى الجينيتك فاريشن، ولكن هنا الاي سيكشوال ريبرودكشن عشان حصل عن طريق مايوزس، والمايوزس بتحصل فيه ظاهره اسمها كروسنج اوفر. لو انت فاكر كده كانت الكروموسومز بتقف قصاد بعض وبيتبادل اجزاء ما بينها، بيحصل تبادل لاجزاء ما بينها. الكروسنج اوفر هو سبب من اسباب الفاريشن اللي بيحصل في المايوزس، وبالتالي الاي سيكشوال ريبرودكشن هنا هو سبب من اسباب الجينيتك فاريشن. طب امتى السكشوال ريبرودكشن يبقى فيه جينيتك فاريشن في اللايف سايكل اوف فيرن؟ اذا حصل كروس بولينيشن، يعني لو في السويل اكتر من جاميتوفايت وخرجت السيليتد سبيرم من الجاميتوفايت ده وراحت للاركيجونيا اللي موجود في الجاميتوفايت التاني، في الحاله دي الى حد ما هيكون في فاريشن في الصفات. يبقى المين سورس اوف فاريشن هنا هو الاي سيكشوال ريبرودكشن عشان بيحصل عن طريق الميوزس. طيب سؤال تاني لما يجي يسألك يقول لك لو انا عندي في جاميتوفايت مثلا 10 اركيجونيا، بفرض ان ال 10 اركيجونيا كلهم فيرتلايز، ينتج كام سبوروفايت جديد؟ طيب السبوروفايتس الجديده اللي بتطلع، كل سبوروفايت ناتج من زيجوت، والزيجوت ناتج من فيرتلايزد ايج جوه الاركيجونيا. فلو انا عندي 10 اركيجونيا كلهم فيرتلايزد، يبقى هينتج 10 زيجوتس، يخرج منهم 10 سبوروفايتس جداد. كان جاب من كام سنه في امتحان ثانويه عامه، قال لك في كام سبوروفايت ينتج من جاميتوفايت؟ الإجابة كانت على قد عدد الفيرتلايزد أركيجونيا. طيب سؤال كمان، لو سأل وقال الفينومينا اوف بارازيتيزم is clear during the life cycle of fern، ظاهرة البارازيتيزم أو التطفل بتظهر بشكل واضح في اللايف سايكل بتاعت الفيرن. الإجابة هنا هتبقى إن السبوروفايت grows as a parasite in the early stages، تمام، till its formation of its root and stem. السبوروفايت على ما يكون الروت والستيم لازم هينمو فوق الجاميتوفايت از باراسايت كده، هيمتص منه النيوترينز لفتره من حياته لحد ما يكون الروت والستيم. بس كده يا شباب، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بنشرح فيه حاجه برضو من الحاجات التريكي اللي موجوده في المنهج. سلام.